كل عام ومع اقتراب رمضان ولا العيد كيطلع نفس النقاش. المغرب داير فيها بوحدو، على السعوديه عيدات والمغرب مازال صايم. واش المغرب ما كيكملش 30 يوم؟ واش المغرب بصح كيتعمد انه يختلف؟ واش المساله سياسيه ولا كاين سبب ديني وعلمي ما كيهضروش عليه الناس؟ اليوم غادي نفسر لكم الموضوع من الاول حتى الاخر وبلا عاطفه. اول حاجه خصنا نصحوا المعلومه اللي هي مهمه بزاف، هو ان المغرب كيصوم بحال اي دوله مسلمه. الشهر القمري يا اما يكون 29 يوم او لا 30 يوم، وما كايناش 31 يوم. يعني المغرب ما عندوش واحد القانون خاص كيقول انه خصنا نصوموا 30 يوم. ولكن علاش كيوقع الاختلاف؟ الجواب مربوط بحاجه وحده اللي هي رؤيه الهلال. في المغرب القرار ما كيجيش من تطبيق او من اعلان دوله اخرى، كيجي من وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. الليل 29 كيخرجوا مراقبين في كل مناطق المغرب، في الجبال، في السواحل وفي الصحراء، كيقلبوا على الهلال بعينيهم وبالتلسكوبات. الا تشاف الهلال بشهاده عادلين كيعلنوا رمضان، الا ما تشافش كيكملوا 30 يوم. المندوبيه الجهويه ديال وزاره الاوقاف فيها كادير مع جوج ديال العدول اللي تيكونوا نيابه على القاضي التوثيق، اللي تتكون هذيك الرؤيه يوم 29 في كل شهر هجري. تنجيو لواحد المكان عالي، حنا في اكادير دابا. اكادير وفله هي هذا المكان اللي تيقولوا ليه قصبط اكادير وفله، اللي تيشوف جميع بالنسبه للرؤيه غادي تكون واضحه، وتيكون واحد الاشهاد تيحرروه جوج ديال العدول. ولكن هنا كيبدا الجدل. كاينين دول كثيره منهم المملكه العربيه السعوديه كيعلنوا على دخول الشهر حسب الرؤيه داخل اراضيهم، وبعض الدول كيتبعوهم مباشره، وبعض الدول الاخرين كيعتمدوا على الحساب الفلكي مسبقا. واما المغرب فهو كيعتمد على الرؤيه داخل حدوده. يعني الى عيدات 20 دوله والهلال انه ما تشافش المغرب ما كيعتمدوش على اعلانهم. وهنا الناس كينقسموا لجوج، كاين اللي كيقول خاصنا نوحدوا الرؤيه، وكاين اللي تيقول ان كل واحد حر في الاجتهاد ديالو. وهذا الخلاف كان حتى في زمن الصحابه. كاين مصطلح فقهي سميتو اختلاف المطالع، بمعنى ان الهلال ممكن يتشاف في بلاد وما يتشافش بلاد اخرى، حيث الارض واسعه والزاويه ديال الرؤيه كتختلف. يعني الموضوع ماشي عناد وماشي تحدي سياسي، بل هو راي فقهي قديم، حيث المغرب صارم بزاف في المساله ديال الشهاده. خاص الرؤيه تكون مؤكده، ماشي غير ممكنه فلكيا، بل خاصها تشاف فعليا. الشهر القمري في المعدل ديالو هو 29 يوم ونص، يعني طبيعي بزاف انه يكون 29 يوم. ولكن الناس حيت كيلاحظوا الاختلاف في التاريخ كيحسوا المغرب انه ديما مخالف، وهو في الحقيقه ان المغرب كيمشي بالطريقه اللي اختارها. السؤال الحقيقي ماشي علاش المغرب مختلف، بل السؤال هو واش خاص الامه الاسلاميه توحد الرؤيه عالميا ولا تخلي كل بلد يجتهد بوحده. كاين العلماء كيأيدوا التوحيد، وكاين العلماء اخرين تأيدوا الرؤيه المحليه. يعني ما كاينش واحد الجواب اللي هو متفقين عليه. هو القمر واحد والارض كبيره والرؤيه كتختلف والاجتهاد حتى هو كيختلف. والمغرب ما كيتعمدش انه يخالف، ولكن انه اختار يشوف الهلال بعينه ماشي بعيون دوله اخرى. دابا بغيت نعرف الراي ديالكم، واش نتوما مع توحيد الصيام عالميا او لا كل بلد يبقى حر في قراراته؟ كتب لنا الراي ديالك في التعليقات، تشترك معنا في القناه وتضغط على زر لايك. حياكم الله.